يا صباح الفل على اجمل متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الورد عليكم وصباح الاناناس على اجمل ناس. حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هقدم لكم فيديو صغير كده، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. تعالوا شوفوا المشتريات بتاعتي البسيطه اللي انا كملت بيها حاجات البيت اللي كانت ناقصاني. طبعا انا زي ما قلت لكم، نزلت لكم الفيديو الاولاني بتاع تموين الشهر واللحوم والفراخ على منوعات ومشروعات مس امان. النهارده بقى هجيب لكم شويه حاجات كده برده كانت بسيطه، عشان انا بحب حاجتي بالشهر تكون موجوده عندي. يلا بينا، انا هفتح بقى الشنطه كده وهطلع، وزي ما الحاجه تيجي في ايدي انا هوريكم. انا اشتريت باكو الشاي العروسه ده زي ما انتم شايفين بربع كيلو. بحب اجيب كده الربع بيكفيني في الشهر، لاني انا بس اللي بشرب شاي في البيت جنبي طبعا القهوه. ما بشربش نسكافيه بصراحه، لانه مش مش صحي. نيجي بقى للحاجه اللي هي مش صحيه بس اللي بجيبهاش برده على طول. جبت 3 اندومي لبنتي باطعمه مختلفه، اللي هو المقاس الكبير. انتوا عارفين انا بجيب الحاجات بتاعتي من عند فتح الله علشان بيبقى عليها خصومات وعليها عروض كتير. هنشوف بقى معانا كل حاجه انا جبتها وهقول لكم. وطبعا انا برضو بحب اشتري زي ما انتم عارفين برضو البهارات بتاعتي اللي هي بتاعت البرجر. وكمان جبت بهارات للبطاطس. هتقولي طب ما بتعملهاش في البيت ليه يا مس امل؟ ساعات كده الواحد بيحب يدلع اولاده ويدلع نفسه يعني بصي بتخرجي من المود شويه والله، صدقيني. هنا برضو جبت هنا خلطة الحواشي، بتخلي الحواشي في حتة تانية. اي نوع بقى، انا مش بصراحة برتبط بنوع معين، هم كلهم احلى من بعض. وخلطة البشاميل برضو بتخلي انا مش بجيبها عشان خلطة البشاميل، لا انا بعمل البشاميل في البيت. لكن انا ساعات بحب اعمل المكرونة اللي بالصوص الابيض، بحب اعملها جدا بالصوص بتاع البشاميل ده، بيديها طعم جميل وحلو. كمان جبت كمان ايه، جبت كبدة. جبت نص كيلو كبدة عصافيري ونص كيلو كبدة من الشرايح. طبعا عندي لحمه وعندي فراخ، فقلت ناقص ايه؟ ناقص الكبده. فجبت طبعا زي ما انتم شايفين كده الكبده عنده ب 150 جنيه. كبده مستورده يا بنات. واهم حاجه انت بتتبليها ازاي وبتعمليها ازاي. اهم حاجه تتبيلتك الحلوه اللي بتخلي حتى لو اللحمه مستورده بتبقى طعمها جميل. جبت برضو ايه رنجتين كده، قلت تنفعوا في اكله. دول قاطعين 54 جنيه اهمت. قلت برضو في يوم كده ما يكونش الواحد قادر يعمل اكل بتاعي صغير. وجبت كمان شامبو بلسم، ده عليه خصم 50%. العبوتين دول ب100 جنيه. هي الواحدة كانت بتتباع ب75 أو أكتر، فهي يعتبر واقفة ب50. طبعا سباركل ده جميل جدا وريحته حلوة وعليه خصم. فقلنا نجيب ايه، نجيب عرض اللي عليه الخصم دوت. حلو خالص، والخصم بتاعه حلو مش وحش. جبت كمان ازازه زيت شعر فاتيكا، ده انا بحب اجيبها. انا هحط طبعا حاجات العنايه بالبشره كده لوحدها اهو، وهنحط الاكل لوحده زي ما احنا شايفين كده. ودي طبعا عشان زفاره خليها كده لوحدها. انا بقى بحب اروح ابضع، بس كل مره بجيب حاجات قليله وبدفع فلوس اكتر والله لما تعبت. هنا بقى برضو جبت ايه، هوريكم اللي انا جبته. شايفين حبايب قلبي؟ جبت عيش جبت كريب بتاعهم حلو قوي قوي. الكيس فيه 8 وب 22 جنيه. وعيش السوري برضو في 8. بس بقى والله بصي كأنك بتاكلي كده في قد السمنه البلد. ده طبعا يعمل فيه شاورما، تعملي فيه ناجست، تعملي فيه اي حاجه. طعمه بيبقى خرافه لو هتاكليه. بصي بلقمه جبنه كده لو هتعمليه بالجبنه. بصوا جميل قوي قوي وعجبني قوي. طعمه وعجبني لاني جربته قبل كده. ويعني العمايل بتاعته جميله. فتح الله في المخبوزات يا بنات، ما اقولكوش بقى على المخبوزات بتاعته. صراحه ربنا حاجاته كلها نظيفه وحلوه، وانا بحب دايما اجيب منه. يعني باخد كده من عنده الحاجه وانا مبسوطه. جبت كمان عرض تونه. الثلاثه تونه دول قلت برضو ينفعوا في اكله ب 95 جنيه. دي روز جاردن. روز جاردن طبعا غنيه عن التعريف، معروفه. وجبت كمان العلبه ديت كبيره برضو روز جاردن. قلت برضو دي لما نكون مجموعه هناكل مع بعض، فدي ب70 جنيه. بصوا حجمها كبير، حوالي نص كيلو. الا حاجات بسيطه. ولكن العلب ديت قلت لو حد هياكل لوحده، عشان طبعا لما حد بياكل لوحده غير لما بيبقى الكل ما ايه مفتوح. هنا بقى هنا الشوكولاته شيكلست جبناها برضو. وادي الشوكليت شيبس ده جبته برضو كميه كده، دول ب36 جنيه عشان نعمل بيهم الكوكيز. لقيت الكوكيز عنده بقى ب200 جنيه. فقلت طبعا لا، ده انا هجيبه واعمل بقى في البيت.
ما مش كل حاجه برضو ايه ان انت بتشتريها، ساعات كده بتلاقي حاجات عايزه تجيبيها للضروره محتاجاها. عنده بقى يا بنات بيتزا تحفه تحفه، انا جبتها منه قبل كده. بص البيتزا دي ب 15 جنيه، طعمها وحبه كميه الجبن اللي فيها مهما تعملي في البيت مش هتحطي انواع الجبن اللي هو بيحطها دي. هي بصراحه عجبتني فرحت جبت منها ايه، جبت منها 4. يعني انا لو فطرت بواحده كده قبل كوبايه الشاي بشكر ربنا على كده، لاني بصراحه بتشبع. جبنا كمان جبن زي ما احنا شايفين هنا ديت كريمه لباني، علشان برضو بنعمل بيها وصفات. الحبه دول قاطعين 41 جنيه. وجبت كمان جبنه براميلي، الجبنه البراميلي بقى هنا بالميزان. برضو الحبه دول اقول لكم قاطعين كام، قاطعين 51 جنيه، لان الكيلو بتاعها ب 350. بس براميلي على ابوها زي ما بيقولوا، براميلي طعمها تحفه. انا بجيبها دايما بالفلفل الاخضر او بالفلفل الحامي، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. وجبت كمان البومبار اللي انا بحبه ودايما بروح اجيبه من عنده، انا اتغديت عنده النهارده. جبت نص كيلو بومبار معمول جاهز. بصوا اهو تحفه يا بنات قوي قوي قوي. كلت نص كيلو هناك انا وبنتي، وجبنا كمان جنبيه سندوتش كبير اللي هو زي سوري فراخ. صراحه شبعت انا وهي. فجبنا هنا بقى كيلو ونص، خدنا نص هناك وخدنا وكان كلنا نص هناك وجبت النصين، حتى فاض منهم وحدتين كده من البومبار. فقلت بقى ايه اجيبه صغير كده وحلو ونضيف وطعمه في منتهى الجمال. يعني انا هوريكم الواحده اللي كانت فايده مننا. بصوا الحجم بتاعه، التحمير بقى بيديهولك سخن مولع كده ما تقدريش بصراحه تقاوميه. جبنا ايه كمان، جبت عرض بطاطس. طبعا جبت العرض اللي ما يتفوتش البطاطس، لان البطاطس كل ما نجيبها من السوق دلوقتي معفنه ووحشه ومدوده وبتقعد تتحمر. بصوا الشنطه دي يا بنات 2 كيلو ونص ب 125 جنيه، نص مقليه. تعتبر دي فرز تاني اهي. بصوا مكتوب عليها 2 كيلو ونص، شايفين اهي اهو كمان 2 كيلو ونص قطعت 125 جنيه. في منها سايب لو عايزه يعني كيلو بس او نص او حاجه، كانوا حاطين الكيلو ب60 او ب70 حاجه زي كده. لا انا لقيت فيها وفر 25 جنيه تقريبا حسابيه. جبت ايه كمان، جبت هنا نشا، لان انا لما كنت محتاجه نشا جبت حبه كده. انا باخد حبه بالميزان وهو بيوزن لي قطع كام، قطع 12 جنيه و8 قروش. بس الكيس مقطوع دلوقتي يا بنات ايه احافظ عليه كده. وجبت كاكاو خام علشان نعمل الحلويات ونعمل الكوكيز بتاعنا. جبت كمان معجون سنان هيتحط هناك مع الحاجات بتاعت الشخصيه اهي. وجبنا كمان ايه، جبت لبن بودر. انا الاول كنت بجيب اللبن بودر بالكيلو، غالي جدا بقى بكام، اللهم صل على النبي، ب 280 كيلو. دول قاطعين 77 جنيه. كام جرام، 276 جرام اها. ده لبن بودر. جبنا ايه كمان ما شاء الله. يعني انا قعدت ادور على ايه اللي انا محتاجاه، بس عشان انا كنت بصراحه انتوا عارفين بجيب الحاجه بتقعد عندي بالشهرين والثلاثه. جبت ب 10 جنيه كركم اهو عشان انا ما عنديش كركم. وجبنا بقى حاجات برضو للفريزر. انتوا عارفين انا جايبه فراخ وعامله لكم الفيديو كله، بس انا برضو بحب بتاع ده ستريبس فتح الله، ولازم اما اروح من عنده لازم اجيب. فجبت عنده نجست الفراخ بتاعته بتاع قطشاب جميل جدا. وجبت كمان همبرجر فراخ، عشان برضو احنا بنتي بتحب الحاجات دي قوي يعني اكتر ما بتتعمل في البيت. فانا بنجيب بقى دي مش قادرين، مفيش قد الستريبس بتاعه تحفه، دايما بجيب منه. جبت كيلو، انا بقول لها هاتي ب 100 جنيه فبتديني بصراحه ب 100 جنيه بيبقى اكتر من النص كيلو شويه. جبت كيسين كل كيس ب 100. وجبنا سوسيه بالفراخ عشان برضو بنتي مش حابه اللي باللحمه، حابه اللي بالفراخ. بنعمل ساعات دول قاطعين 70 جنيه، بنعمل ساعات ايه مكرونه بالسوسيه بتاع الكيلو منه ب 199. حاجات فتح الله امان يا بنات وجميله وما فيهاش اي حاجه. يعني انا بجيبها بصراحه وانتي مغمضه كده تاخدي حاجات. اللي بقى بص ما اقدرش برده ما اروحش واجيبه، مخلي الفتح الله التحفه الجميل. بصوا شكله عامل ازاي. الكيلو عنده كان بكام، ب 30 جنيه. يعني اول ما بدا كان ب 20 الحلو ده، بقى فضل يغلى 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 لحد ما بقى ب 30 جنيه. فجبت منه كيلو 30 جنيه.
جبت ايه كمان؟ هقول لكم انا جبت ايه كمان. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. آه جبت مرطه، لان انا بحب المرطه تحط مع الجبن كده اهي. المرطه اقول لكم قطعه كام؟ المرطه دي العلبه دي قطعه 24 جنيه، بتقعد عندي شهر وشويه كمان، لان طبعا بتبقى حادقه، فانا بس احب اعمل هنا ساندوتش كده الصبح ولا حاجه، لاني انا بفطر يا دوبك نص رغيف فينو مش اكتر ولا اقل. جبت بقى اللحمه بتاعته ديت الجميله ديت. دي زي ايه؟ لحمه هينجي من الفخده، هعملها بسطرمه وهوريها لكم. انا جايباها مخصوص للبسطرمه، لان انا جبت اللحمه من شركه انجزني زي ما قلت لكم، فعجبتني مش هغيرها. لكن اللحمه دي انا هعمل بيها بسطرمه، هدقها كده وارققها وهنعمل بيها بسطرمه وهوريها لكم، هتبقى جميله قوي قوي كده وهتعجبكم. طيب ايه كمان؟ جبنا زبده، عشان طبعا اما نعمل الحلويات فبنحب الزبده، الحلويات بتحب الزبده. وجبنا كمان بتاع دوت سمنه، كان عنده سمنه صني، وعنده سمنه كريستال، وعنده سمنه اسمها فيرن. فانا جبت بقى ايه؟ جبت من هي صني دي جميله برضو كيلو، بس مش فاكره بكام. ده كانت اقل حاجه يعني بصراحه، لان انا عندي زبده، بس ساعات ما بستغناش عن السمنه. وادي الزبده التانية اهي. وجبت كمان ديت جبنه كريمي، بتنفع برضو الوصفات وتنفع في السندوتشات اهوت كده. جبنه كريمي تحط برضو مع الجبنه، يبقى انا جبت جبنه كريمي وجبت مرطه وجبت كريمه طهي، وجبنا علبه جبنه نستو برضو، ممكن تعملي منها مايونيز، تعملي منها سندوتشات. الحاجات غليت قوي يا بنات وبقت نار. وادي الجبنه الاسطنبولي، يعني معايا 1 2 3 4 5 حاجات للسندوتشات معايا. ما شاء الله معايا تونه. هقول لكم ده الحاجات تاني اهو. النهارده كنت عامله كوبايه شاي ومش عارفه اشربها، انا لسه جايه يعني دوبك، بس ريحت رجلي بس كده، وقلت ايه اصور لكم الحاجات اللي انا جايباها. دي حاجات العنايه الشخصيه زي ما قلت لكم، الشامبو والسيجنال وزيت الشعر، ده المره دي احنا كمان مقتصدين. وادي المرطه برضو. وهنا الحلويات بتاعت الحلويات الزبده اهي، الزبده ديت برضو دي للحلويات وللطبخ. وانا طبعا عندي سمنه في التلاجة، فانا بطبخ من السمنه على زيت، والزبده دي جايباها للحلويات. خلاص. وادي اللي اسمها ايه البيتزا الجاهزه، انا جبتها وجربتها جميله، واللقمه هنا كده مليانه وحلوه، فقلت والله برضو هتنفع يوم فطار. والعيش بقى اللي قلت لكم عليها السوري، وعيش السوري والكريب. وادي البومبار، ودي بتاع دي الكبده عصافير وشرايح، والشاي والاندومي، والبطاطس اللي عليها عرض 125 2 كيلو ونص. وادي اللحمه اللي انا هعملها اللهم صل على النبي بسطرمه، والمخلل، وهنا النشا واللبن والكاكاو الخام والكركم، وعندنا كمان ستريبس وهمبرجر فراخ والسوسي والنجست. ودي كل مشترياتي اللي انا جبتها وخربت الدنيا برضو. كل ما اقول انا مش هجيب، لا برضو بجيب. وطبعا بصوا انا بحب قوي 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 البيت يبقى عمران، والله يا بنات اتفضلوا معايا شاي، بحب البيت يبقى عمران. وطول ما بيتك عمران انت مبسوطه وكل حاجه عندك حلوه، ودايما عندكم الخير يا رب. اهم حاجه اول الشهر ادفعي ايجارك، ادفعي نورك، ادفعي ميتك، ادفعي جمعيتك، ادفعي اللي وراكي، وبعدين عيشي بالباقي ايا كان بقى اللي موجود. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشتراواتي استفدتوا منها. وانتظروني في فيديو تاني، انا صورت لكم شويه كراريس وكتب وحاجات من هناك واقلام مدارس، عشان اللي يحب يروح فتح الله يبقى عارف ايه الاسعار. والسلام عليكم ورحمه الله.